مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إحياء يوم العمال العالمي في الإقليم الجنوبي. دعوة للدفع بتنظيم زيارات في المواقع التاريخية. دعوة لدفع الضرائب في أوانها بمديرية غردات. أراغجي يشيد بمتانة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا. غوتيريش يحذر من تسارع التسلح النووي ويدعو لإحياء معاهدة عدم الانتشار. مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين وأمريكا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أحيا الإقليم الجنوبي الأول من مايو عيد العمال العالمي في مصنع البلاستيك بمدينة دباروا تحت شعار تنظيم العمال قوة دفع للتنمية. أوضح مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم الجنوبي سيد تغسل محرتاب في المناسبة المنظمة في 28 من أبريل أن نضال العمال ضد الاستغلال وتحدياته لم ينتهي بعد، مشيرا إلى أن العالم يشهد أزمات بسبب جشع وهيمنة القوى الكبرى. وأضاف القيام خلال العام الماضي بأنشطة تنظيم وإعادة تنظيم في 21 مؤسسة، وتنظيم دورات تدريبية تركز على السلامة والصحة والإدارة والقيادة والمالية وإدارة الممتلكات بمدينتي دقم حري ومندفرة. وذكر سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أميثان بوسيه ذكرت الحضور بأن تاريخ العمال الإريتريين هو حجر الزاوية في سياسة البلاد وأيديولوجيتها. وقدمت في المناسبة كلمات تضامنية للاتحادين الوطنيين للشباب والطلبة والمرأة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية وجمعية المعلمين. دعا أعضاء الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 96 سابقا لدى زيارتهم جبهة حلحل في الفترة من 24 وحتى 27 من أبريل إلى تشجيع الزيارات إلى المواقع التاريخية، لأنها تلعب دورا مهما في وراثة التاريخ كفاحنا من أجل التحرير. أوضح الأعضاء بأن جبهة حلحل أثبتت بأن كثرة الجيش والأسلحة الحديثة لا تستطيع هزيمة أصحاب المبادئ، كما أكدته البطولات التي شهدتها الجبهة كما في جميع الجبهات، داعين إلى تنظيم الزيارات على مستوى الوطن إلى مواقع البطولات لنقل التاريخ إلى الأجيال. وقال الرئيس الفخري للجمعية العميد ساهية كحساي أن شعب إريتريا هزم جيش النظام الاستعماري الأثيوبي بموارده المحدودة وحقق استقلاله بفضل مثابرة وتفاني المقاتلين والشعب. وذكر بأن هذه الجولة مهمة للتعرف على الماضي وتوثيقه. وقدم المشارك هنا في معارك جبهة حلحل توضيحا في المناسبة عن بطولات المناضلين والشعب ومساهمة المناضل في إعانة الشعب خلال موسم الجفاف في عام 1984. كما تم سرد تاريخ عملية الكوماندو المنفذة في 16 من أبريل 1986 في بلدة ملبسو وغيرها. وافتتاحها في المناسبة ملعبا لكرة السلة والطائرة شهدته الجمعية في مدرسة أسماط الداخلية بكلفة بلغت حوالي 200 ألف نقفة. هذا وقد تأسست جبهة حلحل عام 1983 من قبل جيش النظام الاستعماري، وكانت تضم أكثر من 23 ألف فرد يعرفون باسم منتر أز ومزودين بأسلحة حديثة للسيطرة على نقفة من الخلف انطلاقا من حلحل، حيث شهدت معارك ضارية شملت حملة بحر نقاش عام 1985 وعملية الكوماندوز عام 1986 ببلدة ملبسو. دعا مكتب الضرائب في مديرية غردات دافعي الضرائب إلى الإعلان عن دخلهم والوفاء بواجباتهم في الوقت المحدد. وأوضح مسؤول المكتب السيد تخليد قبر برهان أن المكتب يقدم الخدمات لمديريات دقي وفورتو ساوا ومنصورة وكركبت وسلعة في الأنشطة التجارية والزراعة المروية. وحث دافعي الضرائب إلى دفع ضرائبهم في الوقت المحدد لأن التأخير النهائية المنصوص عليها في المادتين 62 للعام 1994 و64 للعام 1994 يعرض لعقوبات تتراوح من 70% إلى 90%. من جانبهم دعا دافع الضرائب لفتح مكتب الضرائب في مديرياتهم حتى يتمكنوا من دفع ضرائبهم عن قرب.
شهدت مديرية منصورة تطورا ملحوظا في مستوى استفادة المجتمع من الخدمات الصحية لفضل تزايد وعي المواطنين بأهمية الرعاية الصحية. أوضح مساعد التمريض بمركز صحي منصورة عثمان إدريس أن المركز يقدم خدماته لسكان مناطق منتاي وعد عيسى وعد شريف، مشيرا إلى حدوث تغيير إيجابي في سلوك المجتمع تجاه المرافق الصحية. من جانبه أفاد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض كستي سلمون بأن الخدمات الصحية تشهد توسعا وتحسنا مستمرين، حيث ارتفعت نسبة الولادة داخل المؤسسات الصحية إلى أكثر من 72%، فيما بلغت نسبة متابعة الحوامل قبل الولادة 99.3%، ووصلت نسبة تغطية التطعيم إلى 99%. وفي ختام حديثه دعا الممرض كستي إلى تعزيز دور المجتمع في دعم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية وسد النواقص الموجودة. هذا وتضم مديرية منصورة 4 محطات صحية ومركزا صحيا واحدا، بالإضافة إلى كوادر طبية مساندة. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية فورتو دعما ل20 طالبا من ذوي الإعاقة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز اندماجهم في العملية التعليمية. وأوضح مدير المكتب السيد إدريس محمد أن المستفيدين تم تحديدهم مسبقا عبر دراسة ميدانية شملت 10 إدارات ضواحي، مشيرا إلى أن الدعم شمل عربة تجرها الدواب لكل طالب. وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم في تجاوز صعوبات التنقل، مما يمكن الطلاب من متابعة دراستهم بانتظام وتحقيق مستويات تعليمية أعلى. وفي سياق متصل قدم معلمو مدرسة ورسايك الثانوية في المديرية دعما ماليا ل15 أسرة من أسر الشهداء، وذلك في مبادرة تضامنية. وبين مدير المدرسة الأستاذ رسام قبرهويت أن المبلغ الذي تم جمعه من مساهمات شهرية للمعلمين بلغ 70,000 نخفة، حيث تم توزيعه بمعدل 5,000 نخفة لكل أسرة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. خمان. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده بروسيا، معربا عن ترحيبه بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان عراغجي قد وصل إلى مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا، حيث استقبله بوتين، وذلك في إطار جولة خارجية شملت أيضا سلطنة عمان وباكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن. وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعي روسيا للتوسط من أجل المساعدة في استعادة الهدوء بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الحرب على إيران التي أدانتها موسكو بشدة. وكانت روسيا قد عرضت مرارا مقترحا لتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب لديها كآلية لتهدئة التوترات القائمة، غير أن هذا الاقتراح قبل بالرفض من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 11 من أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفضي إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر ذاته تمديد الهدنة بناء على طلب الوساطة الباكستانية إلى حين تقديم طهران مقترحها بشأن المفاوضات دون تحديد سقف زمني. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وذلك في افتتاح اجتماع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد غوتيريش في كلمته أن المعاهدة تواجه تراجعا واضحا في فعاليتها في ظل ضعف تنفيذ الالتزامات وتآكل الثقة بين الدول، مشددا على ضرورة إعادة إحيائها وتعزيز دورها في الحد من الانتشار النووي. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تزايد فيه المخاوف من عودة سباق التسلح، خصوصا مع تصاعد التوترات الدولية. وكان غوتيريس قد نبه خلال المراجعة السابقة للمعاهدة عام 2022 إلى أن العالم بات على بعد خطأ واحد من كارثة نووية. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان المؤتمر الذي يستمر أسبوعين في مقر الأمم المتحدة سيتمكن من تحقيق نتائج ملموسة في ظل الانقسامات الجيوسياسية الحالية. أجرت القوات الفلبينية والأمريكية تدريبات بالذخيرة الحية على عمليات الإنزال المضاد في جزيرة بالاوان المطلة على بحر الصين الجنوبي كجزء من تدريباتهم المشتركة السنوية. وقامت القوات بمحاكاة الدفاع عن الجزيرة ضد غزو وهمي، حيث أطلقت أسلحة متنوعة بما في ذلك صواريخ من نظام هيمارس على أهداف بالقرب من خط الساحل. وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في نوفمبر من العام الماضي أنه ونظرا لقرب بلاده من الجزيرة ذات الحكم الذاتي فإن حربا على تايوان ستجر الفلبين إليها رقما عنها،
ويعتبر ماركوس اتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمتها مانيلا مع واشنطن عام 1951 ركيزة أساسية للأمن القومي، حيث يعمل على تعزيز علاقات بلاده الأمنية مع الدول الغربية. أعلنت هيئة الطيران المدني في جنوب السودان أن طائرة سقطت جنوب غربي العاصمة جوبا، مما أودى بحياة جميع الركاب البالغ عددهم 14 شخصا. وأفادت الهيئة في بيان أن الطائرة وهي من طراز سيسنا 208 كارافان وتشغلها شركة سيتي لينك للطيران فقدت الاتصال في أثناء رحلتها من يي إلى مطار جوبا الدولي. وأضافت أن الطائرة كان على متنها 13 راكبا وطيارا بينهم كينيان و12 من جنوب السودان. وأشار البيان إلى أن التقارير الأولية تشير إلى احتمال سقوط الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية ولا سيما انخفاض الرؤية. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة للدفع بتنظيم زيارات للمواقع التاريخية. دعوة لدفع الضرائب في أوانها بمديرية قردان. عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا. غوتيريش يحذر من تسارع التسلح النووي ويدعو لإحياء معاهدة عدم الانتشار. مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين وأمريكا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.